اولا هذا تكليف كبير 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 وعظيم، لانه بالنسبه لي هذه مسؤوليه ليست فقط حزبيه ملقاه على عاتقي، ولكن هي مسؤوليه وطنيه، لانه اليوم اول مره في التاريخ ديال المغرب وفي افريقيا وفي يعني في الشرق الاوسط جغرافيا كاين امراه يعني وشابه كترأس منظمه شبابيه حزبيه. هذا فخر كبير ما كيتوصفش، ولكن هو تكليف كبير ومسؤوليه كبيره عليا. تحديين اننا ننجحوا منظمه شباب الاصاله والمعاصره كمنظمه شبابيه لحزبنا، وعليا مسؤوليه شخصيه اللي هي انه امراه لاول مره كترأس جهاز تنظيمي من هذا الشكل انها تنجح هذه المساله بفضل جميع الاخوات والاخوه اللي عبروا في كلهم على ارتياحهم وعلى يعني ارادتهم في العمل، باش انه كاملين نعملوا يد في يد لنصره قضايا الشباب المغربي، وخصوصا يعني مشروع حزب الاصاله والمعاصره الديمقراطي الحداثي في المندرج في هويته ديمقراطيه اجتماعيه منفتحه، باش اننا نرسخوها في المجتمع ديالنا.